في بداية السنة دي حصل زلزال في السوشيال ميديا بسبب خبر انتقال كريستيانو رونالدو للعب في نادي النصر في الدوري السعودي. الخبر اللي رفع مشاهدات الفيديو القديم اللي اتكلمنا فيه عن الجراج بتاعه من 100,000 لنص مليون فيو في أيام قليلة. فخلينا نشوف ايه الجديد عند كريستيانو في عالم العربيات في آخر سنة. الراجل ده قضى موسم ونص تقريبا مع مانشستر يونايتد قبل ما يحصل مشاكل معاهم، فظهر المرة دي في انجلترا بمجموعة جديدة من السوبر كارز موديلات السنة كلهم. اتصور راكب استون مارتن دي بي اكس، راح التمرين قبل كده برولز رويس كولينن بلون ابيض زي ما تكون حوت ماشي على الطريق. ومن النادر فعلا تلاقي كريستيانو راكب عربية امريكاني، لكنه هنا كان معاه كادلك اسكلاد جورجينا أهدتها ليه في عيد ميلاده 37. ويمكن آخر عربية هو اشتراها وقت ما كان في مانشستر كانت اللامبورجيني أورس. فعلا شوية موديلات وحوش من فئة الاي سي في ومتوسط قوة، لكل واحدة فيهم 500 حصان وفوق سعر $250,000 للنسخة الواحدة. إنما بقى أكتر عربية سيدان اتصور واتشاف سياها كانت البنتلي فلاينج سبير. بنتلي بلون أزرق حبر غامق كده، وحقيقي قمة في الفخامة. والبنتلي دي اللي كان راكبها مع وكيل أعماله في كل مرات مقابلاته لحسم مصيره مع النادي. الفترة دي كان فيه تخبط كبير في مستواه في الملعب، طبعا بسبب عدم راحته مع الفريق والإدارة ككل، لكن كان فيه تخبط مكلف جدا حصل برضه على الأسفلت لما عامل عنده مسؤول عن الجراج عمل حادثة بالبوجاتي فيرون بتاعته، واحدة من أغلى وأقوى عربياته. الحادثة دي حصلت السنة اللي فاتت وقت أجازة كريستيانو في جزيرة مايوركا في أسبانيا، وما كانش متواجد في مكان الحادثة وقتها ولكنه بيجي بعدها. وباين من الصور إن الموديل اتضرر جامد جدا، وكان في مجلة قالت إن المحرك كمان اتضرر، ولكن الخبطة عموما كلها جاية من قدام. ففي ونش بيجي يرفع العربية، وأعتقد إنه ما ظهرش أو حد صوره مع العربية دي من تاني. فخلينا نعدي اللقطة الحزينة دي ونروح للنقل اللي رفعت الكادلك والبنتلي استعدادا لرحيله. العربيتين دول اتشحنوا لبيته في لشبونة عاصمة البرتغال، ويقال ان لامبورجيني اورس اتباعت في نفس السنة اللي هو اشتراه فيها. انا عايز اقولك ان في فريق مانشستر السنة اللي فاتت كان في 5 لعيبة معاهم لامبورجيني اورس، فدي تعتبر عربية الشغل بالنسبة ليهم تقريبا. فقبل ما نروح للسعودية خلينا نتكلم عن واحدة من اغلى المقتنيات اللي عنده، وهي ساعة بوجاتي اللي بتكون نسخة نادرة جدا من عدد ساعات قليلة اتعملت من شركة جاكوب اند كو المتخصصة في صناعة الساعات الفارهة والغالية جدا. الساعة هنا بتكون عبارة عن روح تصميم موديل البوجاتي شيرون في شكل ساعة ايد. يمكن اكتر حاجة بتميز النسخة دي وبشكل واضح جدا هي وجود نموذج مصغر لمحرك البوجاتي الدبليو 16 في نص الساعة بالظبط. فتفاصيلها كتيرة جدا ودقيقة جدا برضو، بتخليها الصراحة تكون شكلها جميل حتى لو فقدت هويتها كساعة أساسا. سعرها بيوصل لنص سعر البوجاتي الحقيقية لأن تمنها بيكون $1,000,000، وباين جدا إنها كلها مجوهرات بتتكون من 200 ألماظة وسفاير وكريستالات نادرة. حتى المحرك نفسه بيكون عبارة عن أحجار كريمة، فحاجة مستوى متوحش من الرفاهية إنك تلبس ساعة من بوجاتي. يمكن من المشاهير اللي معاهم الساعة دي عمنا ماني كوشبن اللي عنده بدل البوجاتي الواحدة 4 وفوقيهم كمان ساعة من بوجاتي. أندرو تيت برضو معاه نسخة من ساعة بوجاتي دي بلون ذهبي يلاقي مع عربيته، لكن نسخة كريستيانو كانت مخصصة ليه هو، فبيشيلوا منها شعار بوجاتي وكتبوله CR7. في وقت الكريسماس بقى صاحبته جورجينا للمرة الثالثة ولا الرابعة جابت ليه عربية هدية اللي بتكون موديل السنة من الرولز رويس دون بسعر $250,000. نسخة قمة في الرقي والجمال فعلا، بتكون مكشوفة كوبيه انجليزي V12 560 حصان. وبكده تقريبا كريستيانو يكون قفل موديلات الرولز رويس كلهم. امتلك حوالي 7 عربيات من الشركة، ويمكن أجملهم كانت الأخيرة دي الدون البيضاء. فتعال نوصل لأول أسبوع في سنة 2023 اللي فيها الإعلان الرسمي عن التعاقد مع فريق النصر. ومن هنا مش هتلاقيه بيسوق بنفسه عربياته، دايما في سواق خاص ليه. اتصور راكب رولز رويس دون بنتلي كونتيننتال جي تي في الفندق، واتقال ان في عقده في بند انه لازم يحضر سباقات الفورمولا 1 اللي هتتعمل في المملكة طول ما هو فيها كنوع من الدعاية للحلبات اللي عندهم. فبتكون فكرة حلوة طبعا. وانا فاكر ان في اشاعة او خبر بس غريب شوية ان في شخص اهدى لكريستيانو موتوسيكل السوزوكي هايابوسا مطلي بالذهب كهدية لوصوله للسعودية. الموتوسيكل ده فكرته غريبة ومبالغ فيها جدا، ولكنه بعدين بيوضح ان مفيش الكلام ده، وان ده موتوسيكل للعرض بس مش مركبة للشارع ابدا. خلينا نختم بقى بالعربية اللي اشتراها هناك وتعتبر راس الهرم في الجراج بتاعه، اغلى واندر واسرع وقول زي ما انت عايز على النسخة دي، وهي البوجاتي شينتو دي اتشي.
واحدة من أصل 10 نسخ بس في العالم، بسعر 10 مليون دولار للنسخة الواحدة. تقريبا بتكون أغلى نسخ بوجاتي، ودي بتكون مبنية برضو على نفس موديل الشيرون اللي هو عنده، ولكن معمول ليها بادي ستايل مميز جدا الصراحة، ومتزود عليها ملامح وتفاصيل موديل قديم شركة بوجاتي كانت بتقدمه في التسعينات اللي كان اسمه EB 110. وكلمة شينتو ديتشي اللي متسمية بها الموديل هي ترجمة رقم 110 بالإيطالي. فالنسخة دي زي ما تكون إحياء لماضي الشركة في شكل موديل جديد من الشيرون، وكان في نسخة من ال10 دول اتعرضت في معرض الرياض السنة اللي فاتت، وغالبا هي دي اللي بتكون نسخته. تصميمها من المقدمة حاجة فضائية صراحة، بتكون عليها نفس المحرك ونقل الحركة وكل التفاصيل بتاعت البوجاتي، ولكن بيكون موديل حصري جدا، تبقى محظوظ جدا لو شفتها مرة في الشارع، وتبقى محظوظ ليفل مليون لو شفت كريستيانو هو اللي سايقها. انا دورت كتير وما لقيتش ابدا ان كريستيانو امتلك موتوسيكل، دايما مشهد الموتوسيكلات بيكون معاه في الاعلانات وبس، زي ما طلع زمان ايام فترة مانشستر الاولى باعلان لزيوت كاسترول، لكن ده العادي، نادرا ما هتلاقي لعيب كورة محب للموتوسيكلات. يمكن أجدد إعلان طلع فيه كريستيانو كان دعاية لمنصة عملات رقمية عاملينه بستايل جهاز كشف الكذب، فالمذيع بيسأله إذا كان مستعد يبدل كل ميداليات دوري الأبطال قصاد كأس العالم. فأنا تخيلت نفس السؤال ده بس للعربيات، ولكن ما لقيتش إجابة للبديل الصراحة. فتفتكر كريستيانو ممكن يبدل ال3 نسخ بتوع بوجاتي، الفيرون والشيرون والشينتو ديتشي، مقابل ايه النسخة اللي فعلا ناقصة الجراج بتاع كريستيانو رونالدو؟ كان في برضه صورة منتشرة لموديل رانج روفر الجديدة بلون أبيض بلوحات السعودية اللي بلون أبيض برقم 7، ودي كانت راكنة قدام مسجد، ويقال إنها ملك لكريستيانو وإن السواق هو اللي كان بيتحرك بيها في الوقت ده. تعال بقى لآخر لقطة غريبة وهنختم بيها الفيديو، إن وقت وصوله للسعودية في لوحة أرقام بحروف دون اللي هو كان لقبه طول فترة لعبه مع ريال مدريد، مع رقم 7 اللي هو بيكون رقم التيشيرت بتاعه، اتقال إنها معروضة للبيع بكذا مليون ريال سعودي. وحتة الأرقام المميزة للعربيات دي تعتبر ترند أساسا من فترة كبيرة، وهو الصراحة عقد كريستيانو مع نادي النصر تم برقم فلكي حرفيا. الرقم يعتبر مش مؤكد، ولكن كل الموجود على النت معظم المواقع بتقول إن هو 200 مليون يورو في الموسم الأول، رقم يخليك تشتري كل السوبر والهايبر كارز اللي اتصنعوا في التاريخ. وعموما التعاقد مع لعيبة أوروبيين كتير الفترة اللي جاية للدوري السعودي هيخلينا نشوف كتير من لعيبة كرة قدم عندهم شغف عالي جدا بعالم المحركات. يمكن أشهرهم مثلا هو التايجر كريم بنزيما اللي حاليا مع فريق الاتحاد، عنده هو كمان مجموعة جميلة جدا بيكون فيها برضو بوجاتي فيرون. وبس كده، ده كان كلامنا عن آخر تحديثات لأقوى مجموعة للاعب كرة قدم وهو كريستيانو رونالدو. اكتب لنا في الكومنتات ايه أكتر عربية فيهم عجبتك فعلا، واكتب لنا عايز فيديوهات عن مواضيع ايه في الفترة اللي جاية. سلام.